اشتغل الحاجة اللي باحبها أيًا كانت النتيجة على المدى القصير، والّا اشتغل الحاجة اللي بتجيب لي فلوس دلوقتي؟ أنا عندي حاجة تالتة خالص، أشتغل الحاجة اللي أنا شاطر فيها الأول، وأعمل فيها منحنى تطور وأعمل فيها فلوس، وبعد كده أدوّر بقى على الحاجة اللي أنا باحبها. في الحالتين أنا لازم أكون باشتغل الحاجة بإتقان. إيه الخطوات السليمة لتطوير الذات والآليات الصحيحة للوصول إليها؟ في حاجات كتيرة أوي، ولكن أنا هاخد أهم 5 حاجات من وجهة نظري الشخصية اللي ممكن يساعدوني في تطوير ذاتي دايمًا. أول حاجة السعي، أنا لازم أكون عندي طاقة تخلّيني أسعى دايمًا عشان أبقى أفضل وأبقى باطوّر نفسي بشكل أساسي. 2 الاستمرارية، لازم أكون عندي من المثابرة وعندي من الإصرار إن أنا أكمّل عشان أطوّر ذاتي في حاجة معيّنة. تالت حاجة الالتزام، إن أنا يكون عندي discipline أقدر ألتزم باللي أنا باعمله وأكمّل فيه. رابع حاجة العلاقات الإنسانية والنتوركينج، أنا عمري ما هاعرف أطوّر نفسي على فكرة لوحدي، فلازم أكون بانتقي جدًا الدايرة اللي أنا باتعامل معاها وتكون دايرة إيجابية بتساعدني على إني أكون أفضل دايمًا. إزاي أفصل بين الشغل والحياة الخاصة، وإزاي كل واحد فيهم ما يأثّرش على التاني سلبيًا؟ هو عامةً الفصل ما بينهم فصل كامل ده ما بيحصلش، لإن الشغل جزء من حياتي، ولكن الفكرة في إن إحنا نحاول نبني quality time في الأوقات اللي ما فيهاش شغل. نفسي نقدر كل واحد يبقى عنده الوقت اللي بيخصصه لولاده واللي بيخصصه لبيته واللي بيخصصه لأهله واللي بيخصصه لحياته الشخصية هو للحاجات اللي بتعمل له self satisfaction لوحده، تكون حاجات فعلًا بيفصل بيها عن حياته العملية اللي هي بتبقى واكلة معظم يومه وواكلة معظم تفكيره كمان يعني. تفتكر إيه غير الليستنج السوق محتاجه، وإيه اللي ناقص في شركات الليستنج الموجودة؟ الليستنج هو الويب سايتس او البلاتفورمز اللي بيبقى عليها الوحدات العقاريه او المنتجات العقاريه اللي الناس بتخش تشتري عن طريقها او بتخش تشوف المشاريع وتشوف الوحدات ايه اللي السوق محتاجه غير الليستنج؟ اللي السوق محتاج كل ما له علاقه بالاندستري بتاعه الريل استيت اللي يسهل على الناس حياتها في البلوك تشين بتاعه الريل استيت كامله. فايه غير الليستنج؟ في حاجات كتيره جدا جدا من اول السي ار ام واحنا ماشيين بقى لحد الكونستراكشن والتصميم والتنفيذ والاوبريشن بتاعه المباني، كل ده بيحتاج تكنولوجي. الجمعيات الخيرية تقدر تستفيد من الريل استيت إزاي؟ الجمعيات الخيريه تستفيد من كل الانشطه وكل الصناعات، مش شرط الريل استيت بس، ولكن في الاخر الريل استيت من الصناعات ازدهرت جدا في مصر الخمس ست سنين الاخرى، وفي نفس الوقت اكتر من 20% من الدخل القومي المصري بيجي عن طريق الريل استيت. كم الشركات اللي شغاله في الريل استيت حجمها كبير جدا دلوقتي، ففكره ان يبقى في بورشن رايح للسي اس ار وللخدمه المجتمعيه عن طريق جمعيات خيريه او مؤسسات غير هادفه للربح متخصصه في انها ازاي تستثمر الفلوس دي وتحطها في اماكنها مظبوط وتخدم بيها المجتمع بجد، ده هيفرق جدا جدا في خدمه المجتمع وتنميته.